في الفيديو ده هعرفك ازاي تحفر وترسم على الازاز وتطلع الرسومات دي وفكرة تنفع للمشروع في البيت. الاول هتطبع الرسومات والاشكال دي وهتنزلها من على الانترنت وتطبع الاشكال اللي عايز ترسم زيها. انا هنا نزلت وطبعت كذا شكل على ورق ابيض عادي وجبت كوباية ازاز اللي هرسم عليها. هنقص الشكل اللي نختاره ونثبت الرسمة في الكوباية الازاز بحتة لزقة. جبت ميني كرافت وفي منه ماركات مختلفة وبدأت اركب الخرطوم بتاعه عشان اعرف اتحكم فيه بسهولة، وكمان بيجي معاه اجزاء كتيرة لاستخدامات متعددة منها الحفر والصنفرة والتخريم. دي بنطة الحفر وبيبقى فيها ألماس كده للحفر على الإزاز الأملس بكل سهولة. هتبدأ تمشي بالبنطة دي على الرسمة الموجودة اللي لزقناها. وبعد ما خلصت رسم هنجيب قطعة قماش أسود عشان توضح الرسم، وبنطة تانية أعرض هنبدأ نوضح بيها الرسمة. الموضوع سهل جدا وممتع خصوصا لو من عشاق الهاند ميد، وينفع كمشروع في المنزل أو حتى كهواية زي حالاتي. تحفر على أي حاجة، إزاز، على كوبايات، على فازات، أو حتى أحواض سمك. ودي شكلها بعد ما خلصت. لو عجبك أفكار مشاريع الهاند ميد دي سيب لي رأيك في كومنت وما تنساش اللايك والفولو.